تسمع عقلية مصرية مع إيهاب مصطفى ومحمد طارق. اهلا بكل مستمعي راديو شباب تي في. معاكم دلوقتي برنامج عقلية مصرية مع محمد وايهاب. ازيك يا ايهاب؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ تمام. طبعا الناس مستغربه احنا ايه اللي جابنا النهارده، احنا يوم حد، يوم اربع، يوم تلات بس احنا ملناش ميعاد. لا احنا بنطلع في وقت ثانيا احنا يعني بكره عندنا ظروف انا وايهاب، فقلنا النهارده يبقى احسن. رب النهارده نكون ما نعمل برنامج لايت كده النهارده، نخرج عن النطاق بتاعنا بتاع كل حلقه. ده غير المعتاد، هنتكلم في حاجات تانية. احنا كل حلقة بنتكلم في الأخبار والرياضة والسياسة والاجتماعي والاختراعات والقلاشات، والنهاردة برضو لأول مرة مش نقول قلاشات، يعني إيهاب متضايق النهاردة معايا مستاء شوية بس عديها خالص. طب تحب أقول أنا النهاردة هنتكلم فيه ولا تقول أنت؟ لا قول أنت جزء وأنا هبقى. طب احنا النهاردة هنتكلم بشكل بسيط عن الحرية. هنتكلم عن حرية الرأي، حرية الصحافة، حرية الإنسان، حريتك بتنتهي امتى، حرية المجتمع. هنتكلم بشكل بسيط عن الحرية من مفهوم الشباب ايه. طبعا انا مش هتكلم عن الحرية بشكل كبير، انا متعود ان انا ما اتكلمش في حاجات فاهم كبيرة قوي السياسية دي. لا هنتكلم بس في نقط صغيرة، وهندي مفهوم وتعريف للحرية وحدودنا في الحرية لحد فين. بس هنروح فاصل صغير نرجع لكم تاني.
ولسه مكملين معاكم مع آلية مصرية مع محمد وإيهاب، وأول فاصل رجعنا لكم منه. إيهاب دلوقتي معاك المايك، قول لي يعني إيه حرية؟ تعريف الحرية هو أخذ رأي الأغلبية مع احترام الأقلية. تمام. برضو في مقولة بتاعتي مقولة جدا، مقولة أنت حر ما لم تضر. هو مخترع المقولة بتاعتي لوحدي. معرفش جابها منين. برضو في حرية حريتك تتوقف عند حرية الآخرين. ما ينفعش انا حر بس مثلا اعمل حاجه استفزك، لا انا حريتي تتوقف عند حريتك، يعني ما اقطعش على حريتك انت. دايما واحد يقول لك انا حر في مناطق او في مواضيع بيتكلموا فيها، بتلاقيه قال لك انا حر فعمل حاجه تضره وتضرك، بس هو ما كانش واخد باله من قبليها ولا كان بيفكر لقدام. بس ممكن ناخدها بمثال بسيط. ما ينفعش انا حر قاعد في البيت عندي جايب سماعات كبيره ومعلي البيز على الاخر ومشغل ترانس او هواس عالي الصوت، انا مش هاذي الناس اللي حواليا. وممكن اجيب هاند فري صغيره بنفس سعر او ارخص من السماعات الكبيره، احطها في ودني وهسمع لوحدي بنفس الطريقه اللي انا عايزها مع نفسي مش هاذي حد، واسمع بالمستوى اللي انا عايزه، وان شاء الله دماغي تنفجر، بس انا ما ضرش حد. يعني بقى هنفاجئ الناس ونخرج عن الحريه التانية دي، نتكلم مع في سياسه كتير في البلد الايام دي ومشاكل، فهنتكلم عن حريه الشباب، نبعد عن الحريه السياسيه، ومن ضمنها برضو حريه اللبس حريه اللبس وحريه الراي بتاع الشباب، وحريه يعني الشباب شايفه الابهات والامهات تكلمهم بالاسلوب ده وتوقفهم عند حاجات معينه، دي كده وقفوا عند حريتهم ولا لا؟ يعني بوظ حريتهم عليهم ولا لا؟ هم شايفين ان هم بيقفوا قدامهم في اي حاجة وبيعرضوهم في اي حاجة، بس طبعا الاولاد ما بيكونوش شايفين بالمنظور الاباء شايفين بيه، يعني هم عارفين بيستنتج عن ده ايه، فعشان كده بيوقفوه. ان انت مثلا جاك مره طلبت من والدك حاجه او والدتك حاجه قالت لك لا، وانت كنت متضايق جدا، ليه قالت لي انا ما اعرفش ليه بتقول لي لا، بعد سنه او سنتين في ايه ده بتدورها في دماغك تاني. انا حصل معايا الموقف ده وقالوا لي لا، وبعد كده انت هتكبر اصلا وهتخلف وابنك هي في نفس الموقف ده هتقول له لا برضه، ان انا عارف وهو مش عارف. انت جربت في الطريق ده، انت مش عاوز يخش في الحته اللي يعني انت دخلت فيها، انت عاوز يخش في الحته الصح على طول، وانت برضه بتجرب وبتغلط وتقول يا ريتني كنت عملت اللي هم قالوا عليه. يا ريتني فعلا قلت لابويا وامي قالوا عليه. طب واللبس؟ البناطيل الحمراء والفسكوز اللبس يعني حاجات غريبه. اللبس حريه، لبس حريه، كل واحد حر يلبس اللي هو عايزه، بس ممكن البس حريه يعني لون فاقع بس لايق على اللبس، او تيشيرت عليه حريه، او تيشيرت عليه حريه. برضه في تيشيرتات طالع عليها لوجوهات غريبه قوي مستفزه، هم لوجو عليه نوع من انواع السب لحد او شتيمه معينه. طب معلش يعني بمناسبه اللي مكتوب على التيشيرتات، انا كنت امبارح في حفله في ساقية صاوي بتاعت منيب باند، لقيت واحد معدي من قدامي لابس تيشيرت عليه ايه، تخيل كده مكتوب عليه ايه بالعربي؟ اسمي؟ لا مكتوب حل عن نافوخي. انا اول ما شفته وكان في بالانجلش كان يو كاتش مي. في حاجات غريبه، وفي ده طبعا الحاجات القديمه، باباي وسوبرمان وسبايدر مان هو حاليا حريه البنات والولاد بقت تتوقف عند حاجتين: البلاك بيري والكفر بتاع بلاك بيري يكون نفس لون الايس ووتش ونفس الحزام الايس، وده قلنا عليه قبل كده برضو، بس ده من ضمن الحريات بتاعتهم. لازم تلبس الحزام والساعه الايس، لازم تطقم نفس لون لازم تنزل. بس انا هجيب مثلا طقم اسود اجيب بقى كفر بلاك بيري اسود، اجيب مثلا طقم اخضر يبقى اجيب كفر بلاك بيري اخضر، واشكال والوان غريبه جدا. صح. انا بتضايق قوي. لا، وفي كلمه شهيره اول ما حد يشوفك يقول لك هو البي بي ام بتاعك كام؟ قبل اسمك ايه، فاهم؟ لا ايه البي بي ام بتاعك كده قول لي خالص. يعني انت يعني في واحد لا. يعني في واحد ثواني بس اقول على الموقف ده. بيقول لي واحد صاحبي يعني يعتبر نسيبي، تمام، فبيقول لي ايه انت ايه، انا جبت بلاك بيري وبتاع، بقول له ايه انت جبت؟ قال لي ما تديني بولد ولا كيرف، ما تديني البن بتاعك. قلت له لا انا مش مشغل السيرفيس. فقال لي ليه يا عم، هو كده لازمته ايه، ما انت ازاي شايل بلاك بيري وبتاع؟ قلت له ولا لازم عشان يبقى معايا بلاك بيري يبقى لازم اشغل السيرفيس كاني معايا نوكيا 1100 يا سيدي؟ انت انا حر. ما ينفعش اقول مقوله وما كملهاش. هو البي بي ام ده هو الشات اللي جوه البلاك بيري لكل اللي ماسكين بلاك بيري، بس ده الشورت كات للنيم اسمه بلاك بيري ماسنجر او بي بي ام او بي بي.
طب ايه رايك بقى نتكلم في حريه من نوع جديد؟ من نوع من نوع ناحيه هنطلع طب نسمع اغنيه، نسمع. الاغنيه دي هتعبر عن اللي احنا هنتكلم عنه. ماشي، نروح فاصل ونرجع لكم مرة تاني. حياتي أجمل ما فيها إني بعيش من غير ما أفكر في حاجة ما تهمنيش. حياتي أجمل ما فيها إني بعيش من غير ما أفكر في حاجة ما تهمنيش. أهم حاجة في حياتي إني بعشق حياتي. أهم حاجة في حياتي إني بعشق حياتي. ولا يوم بحاول أفكر في اللي فات وفي اللي عدى واللي ممكن يوم يكون ما يهمني. من غير هموم عايشة كل ثانية فيها. أعشق أدوب أحلام أطير فوق السحاب. حياتي 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 وأنا حرة فيها. دايما بحاول أكون إني أكون أنا. بتحدى كل الكون وأملى الدنيا غنى. دايما بحاول أكون إني أكون أنا. بتحدى كل الكون وأملى الدنيا غنى. أهم حاجة في حياتي إني بعشق حياتي. ولا يوم بحاول أفكر في اللي فات وفي اللي عدى واللي ممكن يوم يكون ما يهمني. ولسه مكملين معاكم عقلية مصرية. وبعد ما سمعنا أصالة حياتي وأنا حرة فيها، دي حاجه غريبه جدا. يعني الكلمه الحريه هي غلطت اصلا، قلت لك حياتي وانا حره فيها. يا ريت تكون سامعنا عشان نعدل لها مفهوم. يا ريت. هنتكلم دلوقتي في مفهوم تاني، مفهوم غريب للحريه، الفيك بوس. الفيسبوك. الفيسبوك ده يعني بقى حريه غريبه جدا. انا استغربت في اخر فتره، اكتشفت ان الطابع المصري بهت على الفيسبوك. بقى فيه هزار كتير. عارف اما يكون في مشكله تلاقي الكوميك انتشر قوي، والكوميكس دلوقتي هو اللي بقى محتل الفيسبوك، وده نزل في الجرايد. انا من اول امبارح قاعد انا وعبد الرحمن مهندس الصوت يوم الجمعه تقريبا بنقرا الجورنال الاهرام، بنقلب كده في الجورنال، انا كوميك نازل في
الجورنال الاهرام، قلت ايه ده نزلوا. بديل للكاريكاتير في الجورنال. بقى أو كوميك. جورنال. بقى عاملين كذا كوميك، بيقول لك الكوميك ده كان سنه كذا وده سنه كذا. بقى في حاجه لذيذه دلوقتي كمان، هو الكوميك من زمان. يعني في كذا فتره يعني. بصراحه اول مره اعرف ده، لو دلوقتي- الكلام ده بجد يعني. لا اقول لك حاجه، انا متهيألي الكوميك هيعوض الكاريكاتير او هيغطي عليه، تفتكر؟ هو بديل ليه، هو بالظبط نفس طريقه الكاريكاتير، هو برضو كوميديا ساخره. هما مسكوا برضو الشعب المصري، فاهم، بيتريق على نفسه. فاكر انت حازم صلاح اول ما كان عامل البوسترات بتاعته، ايه اللي حصل في الفيس؟ على طول كوميكس، ده كوميكس في كل على حاجه. طول. ده ماسكين افلام، مواقف، اي حتت من اي حاجه مبدلينها على طول وحاطين حطوه مع ونيس، فاهم؟ مبدلينها على طول ولاعبين فيه بالكوميك على طول. حطوا مع كنتاكي سناحية فراخ، سناحية فراخ. مع صاحبي سناحية فانه ناحية. مع ارمن برضو سنسمع تراكن. الشعب المصري ما بيسيبش، يعني فاهم، ما بيسيبش حد في حاله. ما بيش يعني لو ايهاب غلط في حد على الفيس، فاهم، يعني بكره يعملوا كوميك. ده انا يعني عن نفسي بصراحه، انا بصراحه ايهاب اي حد يعمل له كوميك. ايهاب انا خايف يعمل لي كوميك. عمل لكل اصحابنا كوميكات على الفيس وفضحهم بقى. فضح كل الناس. لسه انت شويه كده، انا لسه ما غلطتش. استنيك تغلط معايا. لا مش انا طيب. هو برضو الفيس ليه جزء الحريه كايه، اي حد اي سن في اي مكان بيقدر يطلع يتكلم في اي وقت، في اي حاجه، في اي وقت. ممكن النهارده اطلع اكتب بوست على الفيس اقلب على الدنيا، بوست صغير جدا، فاهم، فلان عمل مش عارف ايه وراح فين، هيبوظ الدنيا. تلاقي كل الناس مدياك لايكات وداخله بقى كومنتات ويعملوا شير، ياخدوا الكوبي. شير في ايه بقى؟ شير في الحاجات شير في الحاجات الوحشه على طول، اللي هو عايز يولع بيها الدنيا. لكن لو شاف حاجه كويسه اقول لك ما هتتعرض هنشوفها. لو شفت كلمه شير في الخير دي يروح ما سايبك ومشي. يعني ولا كانه شافها على طول. يعني في الحاجات الوحشه تلاقي كله بينتشر، يعني صح. كله بينشر خبر في الحاجات الوحشه. بس الفيسبوك كان فيه ميزه جدا عجبتني، اللي هو كان بدايه لشبكات يعني شبكات رصد وشبكات الحاجات دي. عارف شبكات رصد؟ شبكات الاخباريه، يعني كان بدأوا بدايتهم من الفيسبوك، وبعد كده عملوا موقع على نفسهم. بدايته اصلا كان اجتماعي، بعد كده اتحول لاخبار، بعد كده اتحول مجال كبير اخباري، لدعايه وبيع. رصد بقت كبيره جدا من دلوقتي رصد، يعني انت فاهم. بقى في ميزه تانية، اي حد عايز يجرب يعمل مشروع هينجح ولا لا، يعمل له بيج على الفيس. دلوقتي بقى تريقه، البيج نجح على الفيس. دلوقتي الفيس بقى تريقه، بقى تريقه اكتر. بس برضه الفيس بقى تحس انه بقى من، يعني ايه، من عادات وتقاليد الشباب المصريه، مش شباب بس، شباب واطفال وكبار السن. طبع خلاص. ده فاهم. ناس مره جاي الاقي، فاهم، مثلا بابا يقول لي فيسبوك بتاعك ايه، فاهم. هو من تطبيع اسرائيل على مصر، يعني برضو طبعت علينا بالفيسبوك. يعني اللي عامله ده شاب يهودي اصلا، شاب عنده 18 سنه، هو اللي عمل الفيسبوك ده اصلا، يعني هو اللي اخترعه. هو ما كانش قصده على فكره. لا ما كانش قصده ايه. بص كلها مخططات ماسونيه على رأي توفيق عكاشة. 13 مع العلم مفيش شهر 13. في شهر 13 عندهم هم في التاريخ بتاعهم هو. عارف، بس ساعات مثلا لما اكون مثلا بقالي فتره ما نزلتش الشارع او مشغول في الكليه والشغل والكلام ده، بقوم مثلا افتح فيسبوك 5 دقايق اعرف مصر فيها ايه. هو بقى نبض الشارع المصري بس. عارف، ممكن لا اكسر اجيب جورنال، لا اكسر افتح التلفزيون ولا افتح الفيسبوك اشوف ايه اللي بيحصل. كله في ثواني. اي حاجه اي حاجه حصلت بتترفع على طول. يعني قدام وزاره الدفاع بثانيه رافعين كل حاجه واللي بيحصل واللي بيموت مش عارف مين، اي حاجه انا مش عارف. عايز تعرف يعني واحد ما بيردش عليك او موبايله مقفول، تدخل على البروفايل عنده going to كذا او عامل going to invitation، تعرف على طول ان هو في الحته الفلانيه. لا حاجه ثانيه، ممكن تلاقي حد مثلا قافل التليفونات، تدخل له على الولا عنده، فاهم، كاتب له انت فين، اتصل بيه ضروري، رد عليا مكلمك. هو بقى وسيله يعني اتصال خلاص. انت اي حد عايزه هتلاقيه على الفيسبوك، عايز اي حد تجيبه من اي حته هتلاقيه على الفيسبوك. خش على الفيس اهجم عليه على طول. بس برضو في حاجه حلوه قوي، تلاقي كل فتره يظهر حاجه جديده الفيسبوك دايما كل فتره يقفشوا حاجه. يعني قفشوا وش الراجل الصيني حطوه اللي هو اللي بيضحك، وبعد كده قفشوا وش مش عارف البنت حطوها في كوميك. لكن مش يعني اجدد حاجه على الفيس اللي هو بتاع صاحبي
ايوه ده اللي مبهدل الدنيا. مبهدل الدنيا جدا الفتره الاخيره دي. في حاجه بقى تانية على الفيس بتستفزني جدا بس انا مش حابب اتكلم عنها دلوقتي. هنطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الحاجه اللي بتستفزني شخصيا. ماشي. Are you ready? Oh! That's right, y'all. خدي انا ماليش اكونت على الفيسبوك، اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي. حاول تحلق له تنفض له فكك منه او فكي مهما قالك واحلف لك وابعت لك سكو او سكي. انا ماليش اكونت على الفيسبوك، اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي. حاول تحلق له تنفض له فكك منه او فكي مهما قالك واحلف لك وابعت لك سكو او سكي. نازل من فت الليل اجيب فول بيت زبادي وفين العشاء الرسمي في مصر طبعا كلنا عارفين. قابلت واد فائد من الحته وفقري واسمه نينو معمي ميه ودخان وبيزي يخرب بيت سنينه. قال لي ينفع يا مكي على الفيسبوك اعمل لك اد انا واحمد معتز وطارق بك بك وعماد وانت تنفض لنا التنفيضه السودا دي خد ياد. اعمل لنا هاد اعمل لنا هاد مش مهم معتز وطارق المهم انا وعماد. قلت له يا ابني انت بتهزي ولا بتتكلم جد؟ انا من زمان بيني وبين الفيسبوك متسد وسد اخري كان الهاي فايف يمكن والاي سي كيو. هتقول لي عندك فيسبوك هقول لك دام يو. خدني من ايدي البيت ويوريني اصل الموضوع. قام فاتح الفيسبوك فلقيت 30 اكونت مصنوع حاطين صورتي وكاتبين اسمي وعاملين نفسهم انا وكل واحد فيهم بيكلم الاف في السنه. هموت واعرف بيقولوا ايه للناس على لساني. دي حاجه تخوف ترعب حط نفسك مكاني. لسه ما فقتش من الصدمه امنينه وراني حاجه تاني. فتح لي على الفيسبوك فان بيج فيها 100,000 فان كاتبين كلام جميل خلى قلبي مرفرف فرحان. شكرا لكل اللي كتب ان كان ليدي او مان. ملحقتش افرح راحت الفرحه بقيت قاعد غضبان. اصل لاحظت ان اللي عمل الصفحه عيل كتيان متقمصني وبيتكلم زي دبور في فيلم مرجان. كبر جيهك روق ديهك اخبط دي يا مان. سلطاتك بابا غنوجك واضرب لك خابور كمان. ركزت قريت كل اللي كتبوا الواد ده لقيته هباب. دخلت في لحظه كتبت في كل صفحه دوت نصاب. مسح اللي كتبته بسرعه ورد وقال هو الكذاب. فجاه الكل قفش كشر كان ناقص يرموني قباب. وبعت لي شتيمه عمل لي بلوك وطردني طرد كلاب. يقطع النت على النت على عينت عليه يرمى. دورت اكتر ولقيت صفحات على النت باسم كتيرة. كل لما افتح صفحة الاقيها مليانة فتاوي كبيرة. اخبار حسني على لساني متكسلوا قدام التأشيرة. وعلاقتي بالناس دي زي علاقة الدولارات بالليرة. معرفش عنهم حاجة ولا حتى بتجمعنا الجيرة. ربنا يشفيهم دول ناس عيانة مش ناس شريرة. كل ساعة تصريح متفبرك ليا وكله حماسة. ايش فن وايش اخبار شخصية وفتيف دين والسياسة. الاغرب اني بلاقي ناس عقلة كبيرة وبتصدق وبتاخد كل الاخبار المكذوبة منهم وتفرق. والفتية بتفضل تكبر تنتشر تضخم تترستق تتزوق تتروق تترقق لإشاعة وتتصدق. تاني يوم بلاقيها بتتأكد أخبار فنية تشل. وقفت مع نفسي وقفة طويلة ولقيت الحل. قررت أعلن في أغنية إني ماليش أي أكاونت أو سايت. لو قابلك أي مكي على النت قول له جود نايت. أنا ماليش أكاونت على الفيسبوك، اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي. حاول تحلق له تنفض له فكك منه أو فكي مهما قالك واحلف لك وابعت لك سكو أو سكي. أنا ماليش أكاونت على الفيسبوك، اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي. حاول تحلق له تنفض له فكك منه أو فكي مهما قالك واحلف لك وابعت لك سكو أو سكي. الويب سايت الوحيد اللي فعلا بتاعي www.mickeyforreal.com. أي حاجة تانية عن النت حمادة بالجنزبيل. بويستي بوي اللي جابك. كنت جاي اسالك هو انت فعلا هتعمل فيلم اسمه ثعبان البحر اللي هو بالانجليزي سيسو؟ ايه ده؟ انت جبت الكلام ده منين؟ فيسبوك. الله يخرب بيتك على بيت الفيسبوك. طب يا عم ما تزعلش، ممكن اغني كورة؟ اتنين. Go shawty, والشيبوكشي go shawty. برضه الشيبوكشي. شبوكشي. وبعدين الكورس ده مش بتاعي، ده بتاع 50 سنت. صحيح تصدق معاك حق. طب خد دي. انا ماليش اكونت على الفيسبوك، اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي. حاول تحلق له تنفض له فكك منه او فكي مهما قالك واحلف لك وابعت لك سكو. انا ماليش اكونت على الفيسبوك، اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي. حاول تحلق له تنفض له فكك منه او فكي مهما قالك واحلف لك وابعت لك سكو. That's right, y'all. Oh, baby.
لسه مكملين معاكم في عقلية مصرية مع محمد وإيهاب. وبعد ما سمعنا فيسبوكي لأحمد مكي، أنا شايف نظرات تعليق على الأغنية من محمد. بص، هو مبدئيا انا من محبين احمد مكي جدا، بس مش محبينه في الاغاني على فكره. انا ما بحبش اسلوبه في الراب، بس بحب كلماته. بس الاغنيه دي يعني استفزتني في كلماتها. يعني ايه؟ يعني انت، يعني احنا مالنا ما عندكش فيسبوك ولا عندك فيسبوك؟ بس انت اكيد عندك، مفيش حد ما عندوش فيس. يا عم ما عندكش فيس، مش عايز تقول ان عندك فيس، عايز تقول ان انا يعني الناس دي كلها عايزه تقول ان انا ما عنديش اكونت على فيس، وكل الاكونتات دي فيك. مصر كلها عندها اكونتات فيك، يعني مصر كلها ليها اكونتات فيك. عندي كمان سؤال، يا ترى انت عرفت منين؟ اكيد من الفيس، اكيد عندك اكونت، اكيد يعني بيعمل سيرش وهو قاعد. انت قبل ما تتشهر ما كنتش بيبقى عندك ياهو برضو؟ ولا اقول الياهو بتاعتي قفلته؟ ولا اقول لك الياهو ده كان قديم فكنت لسه مش مشهور؟ عملت واحد جديد بقى من بعد ما. على فكره برضو حاجه من مشاكل الحريه في مصر، انت مشهور، ليك حريتك تعمل اللي انت عايزه يا عم. تمام، انت مشهور، مش بقى مشهور تقول لا رقم بتاعي برايفت مش هينفع حد يعرفه، اصلا الفيس بتاعي ما حدش يعرف اسمه ايه. ده يعني ده اللي مرشح نفسه لانتخابات الرئاسه قال رقمي كله هيبقى مع الشعب. ما في واحد يعني سوري في اللفظ متخلف كانوا مستضيفينه قبل كده في برنامج على قناه ما يعني مشهوره. عارف الراجل ده. فقال لك انا رقمي كله هيبقى مع الشعب. قال لك انا قال لك انا الراجل الفاجر القادر. ايوه هو ده صح. ومصر عايزه ذكر وانا الذكر. بس انا عندي كومنت عليك يا ايهاب دلوقتي. ايوه، ايهاب في وسط الاستوديو وفي وسط الكلام فاتح اللابتوب وداخل على الفيسبوك. لا انا والله يعني بص مش فاتح اي حاجه. بس ايهاب على فكره قال كلمه في اول الفقره اللي فاتت او في اخر الفقره ما حدش اخد باله منها خالص. انا قلت فيك. بص، هو اسمه فعلا يعني ما فيش اي حد بيظهر، او غالبا او 60% من مستخدمي الفيسبوك بيعملوا اكونتات فيك. او يعني انا اعرف واحد عنده 4 اكونتات. صح. عامل 2 باسامي بنات، وواحد بتاعه وواحد تاني باسم ولد تاني. على فكره برضه انا الفيسبوك بلاحظ في حاجه غريبه، تلاقي نص الناس اللي على الفيس مش حاطه صورها خالص. طب ليه؟ زي ما قلنا برضو قبل كده بيحطوا صورة ممثل بيحبوا، صورة مغني، صورة مش عارف ايه، كرتون، صورة شخصية. مش مستخدش متهيألي. لا ممكن حد يحط صورة برايفت محدش يشوفها اصلا، ممكن احط صورة لنفسي محدش ياخدها ومحدش يشوفها غير صحابي، كمان صحابي ما يشوفوهاش، يشوفوا بس الصورة بس ما ياخدوهاش. بس هي فكرة. لا بس يعني مفيش حاجة دلوقتي مستحيلة. لو الصورة ايه انا هاخدها هعمل لها سيف. بس اقول لك حاجة، انا عايز بس انا بتكلم في نقطة ثانية دلوقتي، لان الفيسبوك انا ممكن يكون شخصيتي ضعيفة، شخصيتي وحشة، ولا انت يعني انا مش كويس، بس بوضح للناس شخصيتي على الفيس ان انا جميل وكويس وطيب وبتكلم مع الناس بحرية. حتى كولوريتس على فكرة عملت الاعلان بتاعها فكرة جميلة جدا، قالت لك اخرج بقى من الشات وخد كولوريتس وتتكلم مع الناس. انت مكسوف تتكلم ولا ايه؟ طيب انت تغسل هناك هتاكل كولوريتس اللي انت محبوس فيه. فاهم. كل شويه تلاقي بوك جالك من حد، ممكن حد يعمل لك اد ويكلمك. ممكن نتعرف، ممكن نبقى اصحاب. يا عم انت فاضي ولا شغل الشات القديم ده اللي بتاع المواقع ممكن نبقى اصحاب يا عم. لا ممكن نتعرف MKN. بس على فكره هو بقى الفيسبوك بقى دلوقتي باب مفتوح لكل مناقشات دايما في كل حاجه. ده الاخوان عملت بيج وجروب، السلفيين عملوا بيج وجروب، المجلس العسكري عمل بيج وعمل جروب. فاهم. هو معمول له كام لايك لحد دلوقتي؟ كتير قوي. انا خايف الاقي مبارك عامل بيج وجروب. يا خرابي يا خرابي. بقى عايز اتكلم في نقطه ثانيه بما دخلنا. ثواني معلش. فاكر ايام الثوره ما كنت بتفتح الفيس تلاقي كونفرزيشن بين عز و ده كان عز وجمال ومبارك ومعهم حد تاني. هو انيس ومين؟ فتحي سرور. بص انا عايز اقول لك حاجه، ده كان النوع التريقه اللي قبل الكوميك. لا الشعب المصري ما بيسيبش حد في حاله، ولو في عز محنته، انت فاهم، في عز العيشه الصعبه اللي احنا قاعدين فيها برضو بيهروا تريقه. في حاجه تانية على الفيس غريبه دلوقتي، اللي هي بقى موقع تجاري. ممكن لو عايز اي حاجه تجيبها على الفيسبوك، تشتري اي حاجه. عايز نضاره، عايز ساعه، كله يوصلك لحد البيت. كوتشي، عايز هيدفون، عايز لابتوب، عايز اي حاجه هتجيلك من على الفيسبوك. ده حتى الاسلحه
اي حاجه. ده استغربت ليه في اسلحه انت وباور ممكن بالانس. تعمل اوردرات من أنت بره فاكر مصر يا إيهاب كمان. انا قلت باور بالانس دي مره من 3-4 حلقات كده، قلت بتتجاب منين وسعرها الاصلي كام، أيوة. والايس ووتش والحاجات دي كلها. وانا قلت اقل سعر فيكم انت فاكر؟ احنا قلنا باور بالانس ب 3 جنيه مم. الواحده ب 3 جنيه، ما بتعملش اي حاجه. وقلت الايس ووتش 15 جنيه ملهاش اي لازمه. مم. تمام. فيا ريت يعني ما حدش يضحك عليه، وكانت بتتباع باثمان غاليه جدا. يا ريت ما حدش يشتري باور بالانس اصلا ما بتعملش حاجه، ملهاش اي علاقه بالجسم خالص. ملهاش. يعني انا عايز اقول لكم لو على هتجيبها حاجه، بمنظر الشياكه اللي انت لابس حاجه شكلها حلو البسها مم. عشان كده. بس يعني كاكسسوارز يعني. لا مش وقت الناس أكتر. تقول لك انا اصلا جايبها من العزبي. لا ما ولا عزبي ولا عزبك. انا اقول لك ما على على حاجه، بس انا كنت بودي باور بالانس للعزبي والله العظيم، كنت بجيبها من العتبه وبوديها للعزبي. ايوه. كنت بضحك على العزبي ذات نفسه، على صيدليه العزبي. بس اقول لك على حاجه، يعني او اقول للناس على حاجه عشان تبقى برضو فاهمه ان الباور بالانس دي اللي بيلبسوها لعيبه الكوره بتوع بره دي اصلا الأوريجينال. دي الاوريجينال. سعرها كام؟ 2500. بتعدي ال 3000 جنيه 2500 3000 جنيه وتعدي. هي دي بقى فعلا اللي بتعمل حاجه. بغض النظر اللي قال الناس دلوقتي كيف في مخهم بيقولوا السلسله وكيو نت والكلام ده كله، ده برضه كلام ملوش لازمة. 3000 ونص دي يعني الكيو نت والسلسله الكبيره يقول لك اصل دي فيها ميه من مش عارف فين، من جبل مية منين. المقطم الرابع اللي فاهم. في كرة ولا ليها أي لازمة على بالامبور فكرة. فاهم. دي برضه شغل دعايه. كل ده شغل تغفيل. اللي, فاهم. اللي تبع الشركه دي مغفلين. لا بص انا ما اقدرش اقول عليهم هقول لك أكتر من البس كده. سلسله واعمل لك التجربه بتاعتها، وارفع ايديك وارفع رجلك وافرد ايديك جنبك وهوقعك. انا بديك احساس. اللي درس علم نفس واللي درس واللي اخد اتش ار عارف الكلام ده كويس. عارفه ليه؟ دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه. انا بلعب على العامل النفسي بتاعك. انا اما اقول لك مثلا بص يا ايهاب انا هديك كوبايه ميه لو شربتها عمرك ما هتبص في السما تاني. فانت اوريدي كل ما تيجي تبص في السما لا انا شارب الميه. أيوة. لا انا شارب الميه. باور بالانس وكيونت زيها، انت لابس سلسله لابس باور بالانس في ايدك، كل ما تيجي تتعب ايه يا عم انا هتعب ولا ايه؟ ما انا لابس الباور بالانس. انت اقنعت نفسك بكده، هو قدر يقنعك ان انت كده بقيت قوي. فانت خلاص انا بقى عندي البالانس بتاعي بقى مظبوط. في برضو في ايه؟ مش عارف هي حاجه طارت مني بس انا كنت اقول حاجه. طب ممكن بقى نتكلم انا عايز اتكلم شويه عن السياسه. يعني مش هتكلم عن السياسه بس عايز اتكلم عن الحاجات السياسيه اللايت اللي احنا اخدناها اخر فتره. بس انا تيجي نطلع فاصل ونرجع نكمل السياسه ولا ايه؟ نطلع فاصل ونرجع بقى شويه في الجد. ماشي. اسأليني يا حبيبتي عاللي داير في البلاد اللي فيها صدره حلمي وباعوا صوتي في المزاد. اسأليني يا حبيبتي عاللي داير في البلاد اللي فيها صدره حلمي وباعوا صوتي في المزاد. اسأليني عن ولاد شفتهم بعنايا دول جربوا كل الحلول وبيفشلوا بالاجتهاد. احكي ليكي 1000 قصة من حكاوي التعبانين اللي عايش نص ميت واللي ميت من سنين. احكي ليكي 1000 قصة من حكاوي التعبانين اللي عايش نص ميت واللي ميت من سنين. اللي نص كلامه كحات واللي شاف خمارة رحا واللي اكل العيش دبحها دايرة دور عالسكرانين. اللي نص كلامه كحات واللي شاف خمارة رحا واللي اكل العيش دبحها دايرة دور عالسكرانين. زحمة 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 منية وفيها ثروة بالفلوس تعمل جبال. اسأليني عن كباري نايمة تحتيها العيال اللي منية وفيها ثروة بالفلوس تعمل جبال. اسأليني عن كباري نايمة تحتيها العيال. اسأليني على الغلابة واسأليني على التقال. اسأليني على الديابة واسأليني على الفساد. اسأليني على الغلابة واسأليني على التقال. اسأليني على الديابة واسأليني على
مع الفساد. زحمة 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 زحمة. تسأليني مش معنى أصابع الناس الملهمة، أقولك إني كنت واحد من الغلابة الأغبياء. تسأليني مش معنى أصابع الناس الملهمة، أقولك إني كنت واحد من الغلابة الأغبياء. اللي صبروا في انتظار المعجزات والأنبياء، اللي فاهم الوهم فجأة لقى كفر قومعات. اللي صبروا في انتظار المعجزات والأنبياء، اللي فاهم الوهم فجأة لقى كفر قومعات. برضو قلبه طاير كعب داير في البلاد. زحمة 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 زحمة. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم، ودلوقتي دخلنا معاكم في السياسة او لايت سياسة بعد الزحمة بتاعت الفيسبوك خالص. ممكن نقول نتكلم عن السياسة الساخرة. انا بصراحة اتريق على الناس دي كلها. فاكر ايهاب انا من 3 حلقات تقريبا قلت مصر تستحق التنازل. وقلنا برضو اتكلمنا في الحلقة دي قبل ما نعملها، كنا راجعين من الكلية. تمام. وقعدنا نتكلم وجبنا سيرة باسم يوسف. طبعا انا مش عارف اقول له ايه. لا بس شخصية محترمة جدا وهو دكتور اصلا، يعني دكتور جراح معروف. انا مش عارف اقول عليه ايه، بس هو شخصية ما ينفعش اتكلم عليها الا بكل حاجة حلوة. بالظبط. بس دلوقتي نتكلم عن مصر تستحق التنازل. انا مش هذكر اسماء خالص، بس انا النهارده بسعى لان مثلا انا حاليا شغال مثلا في راديو شبابنا. طموحي اللي عايز اخلي راديو شبابنا اجمل راديو اونلاين في العالم. ما ينفعش اقول انا عايز اخليه كده وفي نفس الوقت احارب واحد، فاهم؟ مثلا ما ينفعش اقول انت ما ينفعش ترشح نفسك لحازم صلاح. لا لو انت غير مرشح لنفسك يوم مودي اتباعه تعمل تقف في حته تضرب حد او تعمل حاجه. انت لو خايف على مصر عايز مصر تبقى احسن زي ما انت بتقول، مش هيفرق معاك مين اللي يمسك او فلان اللي يمسك او انا اللي امسك او مين اللي يمسك مصر. يعني حسوا شويه بقى. يعني انا بصراحه امبارح حتى اتفرج امبارح واول على اللي بيحصل هناك. فاكر انا قعدت افتكر محمد محمود احنا افتكرناه كمان واحنا جايين. يعني افتكرت وانا داخل شارع محمد محمود. وانا داخل فاكر اليوم ده انا وانت كنا داخلين. عمري ما انساه داخلين ايام الثوره دي كلها. بالظبط. احنا داخلين انا وقفت على اول الشارع انا وانت باصين لبعض خايف اخش. يعني قلنا كلمه واحده بالظبط. قلنا كلمه بصار بعض. اليوم ده فرحان جدا على فكره. فاكر الناس كلها الله اكبر الله اكبر، كله قاعد يقول الله اكبر. دخلنا كلمه الله اكبر بتهز الدنيا لدرجه ان هم رجعوا ورا وقفنا شويه كلنا دخلنا على جوه، بس لقينا الدنيا ضلمت، الدنيا كحل وبتشوف ضرب نار والناس بتقع مش فاهمين اي حاجه. قلنا نرجع خطوه كمان. انت بتشوف نار، بتشوف الدنيا سودة وفي حاجات بتنور طلق نار والناس بتقع جنبك. فانت كنت لازم ترجع. ربنا ستر. يعني في حاجه عايز اتكلم عليها بقى، ان الجيش مع احترامي للمجلس العسكري واحترامي للجيش مع احترامنا ولائنا كله للجيش، بس يا ترى الجيش مش قادر يطلع يلم الناس البلطجيه اللي قدام وزاره الدفاع؟ مش عارفين. بس انا سمعت برضو حاجه ان في ايام الثوره اصلا الجيش قال ان مفيش ولا جندي ولا ضابط من القوات المسلحه هيضرب نار على مدني. من يومين قدام وزاره الدفاع انا عرفت ان كان في ضرب نار وكان في اعتصام لحد الساعه 5 الفجر. مش من الجيش البلطجيه اللي جم. انا سمعت ان هو كان من الجيش. بالخلاصه كده هم بلطجيه تابعين لنقط، فاهم؟ الموضوع بلطجيه تابعين لفاهم لنقط كده، فاهم؟ ايوه النقط دي اللي عامله كده، فاهم؟ انا فاهم.
فانا مش عارف، انت مش قادر انت مثلا اقول لك حاجه، 3 سبعات لو جت مش هتمشي الناس دي. اكيد هيمشوهم انا امبارح بالثلث، مفيش حد هيهوب انا امبارح سالت حد في الجيش، كنت قاعد معاه، قلت له هو الجيش يا ترى مش قادر يعمل كده؟ قال لي انت مش همك الناس، وزعق لي جامد. طب ممكن يموت عسكري يموت ضابط؟ قلت له ما دي شغلته، هو داخل الجيش فداء المصر. قال لي طب انت ما تروح انت. قلت له انا شغلتي ان انا شغال اعلامي، اوضح الصوره واحاول اعالجها، مش هنزل اضرب هناك. صح، دي مش شغلتي انزل. كل واحد بقى يقوم بشغلته، كل واحد ينفذ حاجته. يعني قدام الشرطه قلنا الشرطه عاجزه تمشي الناس، طب المجلس العسكري مش عارف يمشي الناس، الجيش اللي بيحمي مصر في الحروب مش عارف يمشي 20 واحد ماسكين مسدسات وسيوف. هو بس عشان الاعلام عندنا او الميديا بشكل عام ايا كانت هي مسموعه او مرئيه بيولعوا الدنيا. بس اقول لك حاجه، فلنفرض ان الجيش طلع ضرب كل الناس البلطجيه دول ومساكهم قالوا هم دول البلطجيه، الناس هتزعل؟ لا، وبعدين بيبان عليهم. يعني انت ما تمسكليش واحد مهندس او دكتور وتقول عليه بلطجي، يعني الناس دي بيبان عليها. بس يعني ما ينفعش بص احنا سكتنا كتير، سكتنا في بورسعيد وقلنا لا دي فلتة، سكتنا قبليها في ماتش الزمالك بتاع افريقيا التونسي قلنا دي فلتة، سكتنا في ماتش المحله والاهلي قلنا دي فلتة. وكانوا بيمسكوا على فكره يمسكوا اي مكان فيه تجمع شباب، مش يقول لك الشباب طايش هم اللي عملوا كده، عايزين يلبسوا الحكايه كلها الالتراس. بعد كده جم عند وزاره الدفاع قال لك بقى انصار ابو اسماعيل هم اللي عملوا كده. ايوه ازاي يعني انا زي ما قلت لك يعني الميديا بتولع الدنيا بشكل عام. يا فكره في مصيبه جايه، ثواني بس. بيستنوا اي غلطه من الجيش او من الحكومه عشان يقوموها نار. ده في مصيبه جايه ايه بقى؟ ان بس محدش عارف ورا الموضوع ده ايه، يعني في خبايا. يعني الجيش ما بيطلعش كل حاجه للاعلام. طبعا عايز بس اقول في مصيبه جايه ايه بقى، هي ان الدكتور الاستاذ الفظيع العظيم الكبير توفيق عكاشه واخد دكتوراه من امريكا. ده هو الدكتور العالمي الوحيد اللي في مصر، توفيق عكاشه يعني. بيقول للناس اتباع مبارك بقى واتباع المجلس العسكري روحوا وقفوا في ميدان العباسيه. طب الناس دي عند العباسيه ودول يروحوا عند العباسيه، تبقى حرب تانية عند العباسيه كده هنعمل موقع جمل تانية بس عند العباسيه مش في التحرير. واحنا سقينا ميدان التحرير دم شهداء، عايزين نسقي العباسيه دم شهداء تاني. مش عارف اقول ايه، بس مفيش حاجه تتقال لان كل حاجه باينه وواضحه. بص بقى يعني كفانا صمتا. وقلت يعني انا قلت كذا مره المجلس العسكري هيضيعنا وهنروح في بلاوي كتير لو سكتنا، ومصر لو فضلت بالاسلوب ده ومحدش تنازل ومحدش سكت ومحدش خايف على مصر هنقع اكتر وهنشهد، هنشوف شهداء قدام عينينا بتقع مش عارفين نمسكهم اكتر من الاول. يعني يا رب ما نوصلش المرحله اللي فيها تونس، المرحله وصلت لها قصدي سوريا ووصلت لها ليبيا. ربنا يستر على الفتره اللي جايه دي على مصر. وانا كل مره او كل حلقه بقول ربنا يستر ربنا يستر. مش عارف الناس بتاخد بالها ولا لا. معلش ازعجناكم في الاخر ودخلنا بغم، بس ده لازم نقوله في الاخر ان ده الواقع الاليم اللي احنا فيه. ربنا يستر. ووقت عدى بسرعه معاك ايهاب ومع الناس النهارده، بس يعني سعيد جدا ان احنا قدمنا حلقه مش في ميعادنا النهارده. يعني دايما محمد بيلبسني في الحيط يعني. طب شكرا لكم والسلام عليكم وعاشا في مصر الاعظم. يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية، إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية.
شروق وحياة. إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية، إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية. إنسان بيحب ولا يكره، إنسان بيحب ولا يكره، إنسان شايل أمل بكرة، إنسان شايل أمل بكرة، بيبان في الشدة ويطمن، بيبان في الشدة ويطمن، ولا خان ولا عمره هيخون. إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية، إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية، إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية، إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية. على راديو شبابنا 24 ساعة، فن، رياضة، سياسة، ثقافة. اسمعوا راديو شبابنا بجد.